السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب ان شاء الله بإذن الله. شهر الخير وشهر البركة وشهر كل حاجة حلوة بصراحة. تمام، خلاص هانت كلها كام يوم ويلا بينا بقى ندخل على الجد، مفيش وقت للهزار خالص. اول حاجة يا بنات هنعمل الزبادي، دي اهم حاجة معايا بصراحة، عشان كده انا بدأت بيها لان انا محتاجاه في التفريزات بتاعة الفيديوهات الجاية ان شاء الله. قررت ان انا بدل ما انزل اشتري كل يوم والتاني علبة زبادي، تمام، عشان انا محتاجاها للتفريزات، لا طب وليه اعمل كده؟ طب ما انا اوفر واسهل على نفسي وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة، تمام. فقررت ان انا اعمل الزبادي في البيت للسحور بقى، للتفريزات. بس انا بصراحة يعني مش عاملاه من دلوقتي رمضان، انا عاملاه عشان اتبل بيه الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنشوفها مع بعض في الفيديو الجاي. لسه بدري جدا لما اجي اعمله رمضان ان شاء الله، لما اعمله رمضان هعمله قبلها بيوم باذن الله. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو. اول حاجة كده جبت اللبانة يا بنات زي ما شفت بوريها لكم، تبقى ناشفة تمام ونضيفة كويس جدا، ميبقاش فيها ولا نقطة مية، تمام كده. وجبت كيلو لبن بقري. اهم حاجة يا بنات لو هتجيبوا لبن سايب كده مش معلب، يعني مش بخير ولا جهينة ولا الكلام ده، اهم حاجة بس نتأكد ان احنا جايبينه من مكان موثوق فيه، عشان في محلات بتكون غشة اللبن، لكن المكان ده انا واثقة فيه بصراحة جدا. تمام، فجبت كده زي ما انتوا شايفين معايا. انا مش مسرعة الفيديو النهاردة خالص، يعني لو في بس حاجات بسيطة بس اللي متسرعة، لان انا عايزاكم تمشوا معايا خطوة بخطوة بصراحة. تمام كده، جبت اللبن زي ما شفتوا اهو يا بنات وفضيته، ودلوقتي بقى اخدته ونقلته على البوتاجاز، تمام زي ما انتوا شايفين اهو. وهوريكم النار برضو يا بنات، انا معليه النار يعني عادي، مش موطيها ولا حاجه، انا معليه عادي، انا هغليه غلوه كامله زي ما هتشوفوا معايا. تمام، وهنا يا بنات كان اللبن غلي، وسبته تقريبا من حوالي ساعة ونص لساعتين، سبته في مكانه عادي خالص على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما هوريكم الخطوة اللي جاية هتبقى ايه. انا يا بنات مش بسيب اللبن بتاعي يبرد تماما، لا انا بخليه دافي دفيان، اللي هو هتشوفوا معايا الاختبار اللي انا هعمله، ان انا احط صباعي مثلا، العقلة بتاعت صباعي الاولى كلها هنزلها جوه اللبن، وأعد من 1 ل10، انتوا هتشوفوا معايا الخطوة دي، تمام. من 1 ل10، لو صباعي استحمل يفضل في اللبن 10 ثواني، يبقى انا كده تمام ماشية صح. لو ما استحملتش استني شوية وجربي الاختبار ده تاني، دي اسهل حاجة عشان تبينلك ان انتي ماشية صح. ومش معنى ان انتي صباعك يستحمل ان هو يتحط جوه اللبن ان هو يبقى بارد، لا انا عايزاه دافي دفيان. تمام كده. هنا يا بنات انا كنت جايبة الهاند بلندر، او الخطوة دي لو عايزة تعمليها يدويا او في الخلاط براحتك. هتشوفي انا هعمل ايه دلوقتي. انا جبت معيار او حاجة بمعنى اصح يكون ليها بوس كده، لان هي انا عايزاها تسهل معايا الصب في الكوبايات، تمام. هنا يا بنات الاختبار اهو اللي بتاعي صباعي، مش مسرعة الفيديو ولا حاجة، 10 ثواني بالظبط، تمام. صباعي استحمل يتحط في اللبن لمدة 10 ثواني. ودلوقتي انا بلم القشطة اللي على وش اللبن، تمام. يعني اللبن اهو لسه غلياه، وعمل ما شاء الله طبقة قشطة كبيرة. انا هنا يا بنات كنت بلم اي قطعة قشطة اتعملت على وش اللبن، تمام، لان ده هيضايقني ان هو مش هيخلي اللبن بيور معايا او كريمي، تمام، هيبقى فيه تكتلات كتيرة جدا، وانا مش عايزة كده. انا عايزة اللبن زي ما بشتريه من بره او زي العلب اللي انا بفضيها دي، عمرنا ما لقينا فيه تكتلات، تمام كده. جبت يا بنات اهو القشطة فضيتها اللي نزلت من اللبن، وجبت كمان كوباية الزبادي دلقتها اهو زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وهنزل من اللبن ده حوالي نص كوباية، عشان بس تساعدني ان انا اضرب الخليط في بعضه، تمام كده. في المرحلة دي اقدر ان انا اعمله بالمضرب اليدوي او بالشوكة او بالمضرب الكهرباء، تمام، او في الخلاط او بالهاند بلندر، يعني الخطوة دي نقدر نعملها بكذا طريقة، بس انا بصراحة الهاند بلندر بيسهل عليا اي حاجة عايزة تتضرب كده سريعة سريعة، بحب الهاند بلندر فيها. زي ما انتوا شايفين كده، تمام. انا ضربته كويس جدا 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 يا بنات، تمام كده.
وهجيب بقى الخليط بتاعي كله اهو زي ما انتوا هتشوفوا، ورجعته على اللبانة تاني، على خليط اللبن كامل او كيلو اللبن كامل، رجعت عليه الخميرة اللي انا عملتها. كوباية الزبادي اللي احنا ضربناها دي يا بنات يعتبر دي الخميرة بتاعتنا. لما نيجي نعمله تاني ان شاء الله الايام اللي جاية مش هنحتاج ان احنا نشتري كوباية الزبادي دي. ليه؟ احنا هناخد بقى كوباية زبادي من اللي احنا عاملينهم معانا دلوقتي. تمام كده. خلاص، هي كوباية الزبادي الجهينة دي او المعلبة اللي احنا بنشتريها من بره بتكون مرة واحدة مش بتتكرر تاني. تمام. ويا بنات نقدر نعمله بزبادي معلبات، ونقدر نجيب زبادي طبيعي. تمام كده. انا هنا يا بنات فضيت الخليط كله في اللبانة زي ما شفتوه، وقلبته كويس جدا، وبعدين رجعته تاني في المعيار بتاعي عشان البوز بس يسهل عليا. نزلت اهو انزله في الكوب جزء من اللبن بتاعي او من الزبادي بتاعي. الكوبايه يا بنات اللي انا بصب فيها دي عايزه اقول لكم مقاسها 125 ملي. تمام كده. كوبايه الزبادي بقى اللي انا مشترياها اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو اللي احنا عملناها اللي هي الخميره دي 105 ملي. يعني شوفوا بقى الكوبايه بتاعتنا فيها فرق قد ايه. ده اولا. تمام. ثانيا حاجه نظيفه ومعموله في البيت وموفره. شوفي ب8 كيلو اللبن 30 جنيه. تمام. شوفي عمل لنا 9 كوبايات مليانين، والكوبايه مش زي بتاعت بره، لا الكوبايه قد بتاعت بره مره وربع. انا هنا يا بنات بعتذر اللقطه دي ما اتصورتش معاكم نهائي، بس انا هشرح لكم انا عملت ايه. انا جبت صينيه كده تيفال. تمام. بلاش تبقى ألمونيوم يا بنات عشان الميه السخنه ما تسودهاش. تمام كده. جبت صينيه وحطيت الكاتل يا بنات يغلي، عايزه ميه مغليه كويس جدا. حطيت الصينيه وحطيت الكوبايات جواها زي ما انتوا شايفين كده، ومليت يا بنات ربع الكوبايه، يعني لحد ما ربع الكوبايه بس يتملي ميه سخنه. وكنت مسخنه الفرن قبل ما ابدا ان انا اصب الكوبايات، كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180. تمام. لمده 10 دقايق، وبعدين طفيت الفرن يا بنات ودخلت الخليط ده، وحاطه في الصينيه نفسها من تحت ربع الصينيه ميه، وبعدين الكوبايات زي ما انتوا شايفين كده، ومسكتها ودخلتها الفرن يكون متسخن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق قبل ما ادخل الصينية جواه. وقبل ما ادخلها اطفي الفرن وبعدين ادخل الصينية. تمام كده. انا بعتذر بس الجزء ده ما تصورش معاكم، فانا عدته مرتين بس عشان نركز مع بعض. تمام كده. وسبته يا بنات في الفرن كده وبعدين قفلت الفرن. تمام. مش هفتح عليه غير الصبح ان شاء الله باذن الله، مش هفتح الفرن ولا مره لحد الصبح باذن الله يا بنات عشان يتماسك معانا. الميه السخنه مع سخونيه الفرن هي اللي هتخلي الزبادي بتاعنا متماسك كويس جدا. يلا نرجع بقى الصبح ان شاء الله باذن الله نكمل. ودلوقتي بقى يا بنات بعد 6 ساعات تمام، سبت الزبادي بتاعنا في الفرن زي ما قلت لكم، كان متسخن على درجه حراره 180، وسبته 10 دقايق وبعدين طفيته، وبعدين دخلت الصينيه بتاعتي اهي بتاعت الزبادي، وكنت ماليه ربعها ميه سخنه كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي الخليط بتاعي طلع اهو. تمام. بقى زبادي زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. زبادي متماسك خالص اهو يا بنات. دلوقتي يا بنات اهو الزبادي طلع زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هفضي بس الاول الميه اللي في الصينيه دي. ودلوقتي بقى يا بنات فضيت الميه اللي في الصينيه تمام زي ما انتوا شفتوا كده، وهرجع بقى الزبادي تاني جوه الصينيه وهسيبه في التلاجة من ساعه لساعتين. انا مش عايزاه يبقى ساقع قوي يا بنات، لا انا عايزاه بس يبقى مجرد ان هو بارد، بس حاجه بسيطه مش اكتر، بس كده. دلوقتي بقى هدخل الصينيه التلاجة ونرجع بعد ساعه او ساعه ونص او ساعتين. يلا بينا. وهنا يا بنات بعد ما سبته ساعتين في التلاجة تمام بوريهولكوا اهو متماسك خالص وشكله تحفة. تمام وجميل جدا جدا بجد، جربوه على ضمانتي هيعجبكوا قوي. وهنا كمان يا بنات اهو بصورهولكوا ان هو متماسك وقلباه زي ما انتوا شايفين كده. تمام ما شاء الله ماسك في الكوباية كويس. وهنا بقى قررت ان انا ادوق معاكم، عايز اقولكوا تحفة. بصوا يا بنات كريمي خالص وبيور كده ومفيش اي تكتلات لان احنا ضاربينه كويس.
بجد تحفة. بصوا والله والله عامل زي العلب اللي بنجيبها من بره، ناعم ونفس الطعم ونفس مزازة الزبادي. ولو عايزين يا بنات نقلل المزازة اللي بتكون فيه، ممكن نحط له واحنا بنعمل الخلطة بتاعة الزبادي في الاول خالص معلقة او معلقتين سكر كبار، بس انا زي ما قلت لكم عايزاه للتتبيلات فمش هينفع ان انا احط له سكر. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حلوين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، تخلوا على كلمة الكل عشان يوصلكم كل حاجة بنزلها. واستعدوا بقى الفيديو التفريزات عشان هيعجبكم جدا يا بنات. باي باي.